السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب الست بسيطة وبنوتتها؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم كيكة، ولكن بمكون سري طعمها خيال الخيال. انا كمان عملت لكم كيكة بتطعيمة مختلفة، ومش عارفة هي نزلت لكم ولا لأ. كانت بالمفتقة وطلعت هشة وجميلة وخطيرة. النهاردة برضو هعمل لكم افتكاسة في الكيكة سهلة وبسيطة، وهتودي طعمها ان شاء الله في حتة تانية خالص. ما تنسيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وما تنسيش تصلي على النبي وزيدوا كمان النبي صلاة. يلا بينا نشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. مقاديرنا سهلة وبسيطة ومش هنكتر فيها حاجات كتير. اول حاجة انت عندك كوباية الشاي دي في البيوت كلها عندنا. هاخد نفسها وهحط نصها سمنة ونصها زيت، ونفسها هحط كوباية منها من مربى الجزر. مربى الجزر الست بسيطة عملتها في البيت وطعمها خيال الخيال. وزي الكوباية دي عملت 3 كوبايات منها دقيق، وزيها برضو هملاها لبن. جبت خلاطي المتواضع وهبدأ اضيف فيه كوباية اللبن، اسمي الله وابدأ اضيفه كده، والكوباية اللي قلنا عليها مربى بسم الله. وهنعمل ايه؟ السمنة والزيت. ليه حطيت سمنة يا بنوتة؟ علشان تطعم لك كيك، والزيت ده اساسي. عايز تعمليها بسمنة بس بزيت بس انتي حرة. وابدأ افقش البيضة، في اخيرا كيس الفانيليا. وهبدأ بقى اجيب كل المكونات دي واديها خلطة 2-3 غرفة. خلطت زي ما انتم مش شايفين المكونات السائلة كلها مع بعض. مكونات الجافة انا اديني نخلاه، وهجيب كيس بيكنج باودر وابدأ ان انا انخله. بعد ما حطيت كيس البيكنج باودر ابدا اخلط معاه ايديه كويس جدا كده مع بعض زي ما انتم ما شايفين لغايه ما يتمزجوا. طيب دلوقتي هتقولي لي يا بنوته انت ما حطيتيش السكر. هقولك لان انا حاطه كوبايه السكر دي عدلتها بكوبايه المربى. اوريدي المربى فيها سكر. انت بتحبيها مسكره حطي نص كوبايه من السكر، مش بتحبيها وبتخليها كده خلاص مش هتقول لا. يلا بينا بقى نشوف هنحط ازاي الدقيق على الخليط السائل وازاي هنقلبه. هنيجي دلوقتي نفضي يعني ربع الخليط ونبدأ كده نقلب. احنا فضينا ربع في ربع في ربع. هنعمل ايه؟ التقليب لازم في اتجاه واحد، يعني ما تعمليش كده وكده، لا لازم تقلبي في اتجاه واحد. حط اخر ربع ونفضل بقى نقلب كده لغايه ما نلاقي فقاقيع بتفقع كده في وش الكيكه. جبت الصينيه وعفرتها بشويه زيت ودقيق وابدا افضي فيها الخليط. فضينا الخليط وبسم الله ما شاء الله عليه. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنفتح الفرن على درجه حراره متوسطه لمده 10 دقايق يسخن قوي، وبعد كده نحطها في رعايه الله تستوي. هنفتح عليها بعد قد ايه يا بنوته؟ بعد 30 دقيقه مش قبل كده. ونعملها اختبار السكينه او الخله من النص كده، ونشوف الخله او السكين طلع فيها عجين نسيبها 5 دقايق، ما طلعتش يبقى كده اقفل عليها واسيبها 10 دقايق. بسم الله ما شاء الله. بعد ما طلعت الكيكه من الفرن عايزه اقول لكم ريحتها حلوه وجميله قوي، يعني لازم تجربوها وبالطريقه اللي احنا عملناها وبالخطوات اللي احنا عاملينها. شويه لبن هنبدا بقى نسقسق بيهم الكيكه بتاعتنا وهي هتتشربها. عايزه اقول لكم بتخلي الكيكه طريه عامله زي بتاعه التورت كده. ونعمل كده في الفتحات. الكيكه لما تبقى مفتحه منك اعرف ان كده نجحت، لكن لو مش مفتحه يعني انتوا نصيبك. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله هشه وجميله. هتقولي لي عملتيها ازاي؟ هقول لكم تابعوا الفيديو بالخطوات بالمقادير مظبوطه اللي احنا عملناها. طبعا عايزه اقول لكم ان الكيكه اللي بتبقى بالشكل ده او بالمربى او بالتطعيمه اللي احنا عملناها ما بتبقاش زي كيكه 100% اللي هي بتاعت بره، لا بتحسها زي بان كيك كده، طعم كده حلو مايل على شويه من البسكوت. بص هو خيال الخيال، تورته على كيك على بسكوت على بان كيك، خليط كده يعني لازم تجربوه. متنسيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتقومي تعملي احلى واجمل وصفه من الكيكه اللي احنا عملناها دي. تقولي كل حبايبك وقرايبك عن مطبخ ست بسيطه وبنوتتها ان هم بيعملوا اجمل والذ الوصفات، وكمان على قد الايد. فوتكم بالف صحه وعافيه وسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.